تخيل تبقى بتحب بنت لمدة 25 سنة بس من بعيد لبعيد، ولما تقرر تعترف لها بحبك بتلاقيها واقفة في مكان مهجور، مرعوبة والدم مالي هدومها وانت في ايدك آلة حادة. فلو عايزين تعرفوا بقى ايه اللي بيحصل وايه أصل الحكاية، كملوا الفيديو للآخر، متنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا مورا اللي بيبقى عمال يجري بالليل في مكان مهجور في قلب المطر، وهو خايف ومرعوب عشان يوصل لمي البنت اللي بيحبها. ولما بيلاقيها بيتفاجئ إنه مي واقفة خايفة ومصدومة ولبسها كله دم، وهو نفسه ماسك في ايديه آلة حادة. هنا الدنيا بتقف وبنرجع بالزمن عشان نعرف ده حصل ازاي. ساعتها مورا بيحكيلنا قصته، وبنعرف إنه من لما كان طفل وهو شخص ضعيف وما كانش بيعرف يدافع عن نفسه أبدا، عشان كده الأطفال كانوا عاملين يتنمروا عليه ويرنوه علقة كل يوم. لحد ما في مرة ظهرت بنت وهي طبعا بطلتنا مي. مي ضربت الولاد اللي كانوا بيأذوا مورا، ومن ساعتها ومورا وقع في حبها وبقى يراقبها من بعيد لبعيد في المدرسة والشارع لحد ما كبروا واتخرجوا من المدرسة كمان. وحبه ليها ما قلش ولا شاف غيرها، لدرجة انه راح يشتغل في نفس الشركة اللي هي اشتغلت فيها. كل ده ومي ما تعرفش حاجة عن وجوده في الحياة أصلا. لحد ما في يوم مورا بيسمع اتنين من الموظفات بيتكلموا عن مي، وبيقولوا إنها بتقابل رجالة كتير الفترة دي تتعرف عليهم عشان عايزة تتجوز، وشكلها كده لقيت ابن الحلال خلاص. مورا أول ما بيسمع ده بيوقع كل اللي في إيديه، بيتوتر بشكل غريب وبيبقى متضايق جدا. وفي الوقت ده مي بتكون قاعدة مع صاحبتها هوي اللي بتسألها: انتي عملتي ايه مع الشاب الجديد اللي قابلتيه امبارح؟ فمي بتقولها: ولا حاجة، ما حسيتهوش كده، عيل ممل وكل كلامه عن الأفلام، وحتى الأفلام اللي بيشوفها أنا ما بحبش أشوفها. فهوي بتقولها: أفلام ايه وهبل ايه، انتي بتقولي أي كلام على فكرة عشان تبوظي الموضوع، بالمنظر ده هتعنسي يا غبية. هو صحيح الجواز كله مشاكل والرجالة محدش يطيقهم، بس على الأقل الحسنة الوحيدة من كل ده هما الأطفال. أنا مثلا ما أقدرش أستغنى عن ابني أبدا. هوي بتوري صورة عيلتها لمي عشان تشجعها تاخد الخطوة وتتجوز، بس مي بيكون تركيزها الأكبر في الوقت ده على شغلها. أصلها بتكون مديرة قسم منتجات العناية بالبشرة والتجميل، عشان كده يعني تلاقوا حلوة وبتنور طول الوقت ما شاء الله يعني. المهم إنه مي بيبقى عندها فكرة منتجات جديدة بتبقى شغالة عليها هي وفريقها، ومستنية والدها يوافق عليها عشان ينفذوها. ما هي الشركة اللي شغالة فيها مي بتاعت أبوها أصلا. مي بعد ما بتخلص كلام مع هوي بتخرج تشتري الغدا بتاعها، وقتها بيبقى فيه مشكلة في الدفع ومش بتعرف تحاسب. هنا بيظهر مورا وبيستغل الموقف وبيحاسب لمي، وبيخرج من غير ما يقول أي كلمة ولا حتى مي بتلحق تشكره. فمي بتخرج وراه وبتطلب منه يسيب لها أي وسيلة تواصل عشان تدفع لها الفلوس، بس مورا بيكون واقف مكسوف، فهي بتخاف إنه يفهمها غلط، فبتقوم مدياله كارت الشغل بتاعها. ساعتها مورا بيقول لها: أنا عارفك أصلا، وبيسيبها وبيمشي، وهي مش بتفهم هو يعرفها منين. فبترجع على شغلها وبتقدم لوالدها مقترح مشروعها الجديد وهي قلقانة. ولما بتخرج من عنده بتقابل في وشها تاو، واحد من رؤساء الأقسام في شركتها. تاو بيبقى منافس قوي لمي في الشغل ودايما بيحقد عليها وبيقف في طريق نجاحها، لأنه شايف إنها بنت غنية ومتدلعة، وكل النجاح اللي وصلت له ده بسبب والدها. أما هو فبنى نفسه بنفسه وبيشتغل بجد. تاو بيحب يحبط مي، فبيقول لها إنه فكرتها الجديدة والدها مش هيوافق عليها لأنه محضر فكرة أحسن منها. بس مي مش بتهتم بكلامه وبتروح تكمل شغلها، وبتفضل في الشركة لحد بالليل. وفي طريقها للمكتب مورا بيخبط فيها. ساعتها مي بتكتشف إن موظف عندها في الشركة وورقهم هما الاتنين بيتلخبط، فبالصدفة مي بتشوف ورق مورا كان شغال عليه، بتعرف منه إنه مهتم بنفس فكرة مشروعها الجديد وعنده حلول لكل المشاكل اللي ممكن تواجه المشروع ده. فتاني يوم على طول مي بتنقل مورا للقسم بتاعها وبتضيفه لفريقها عشان يشتغل معاها على مشروعها الجديد. وطبعا مورا مش بيبقى مصدق نفسه من كتر الفرحة، بيبقى ناقص يزغرط في نص الشركة. مي بعد ما بتخلص شغلها بتجيلها رسالة من جدتها إنها عايزة تشوفها ضروري، فمي بتروح لها وجدتها بتعرفها إنها شافت لها عريس لقطة. هو صحيح أكبر منها بشوية بس ابن حلال، وهي متأكدة إنه هيساعدها. جدة مي بتبقى عايزاها تروح تقابل العريس، ومي بتضطر توافق بسبب ضغط جدتها. في الوقت ده بتبقى ساري مرات والد مي بتتكلم في التليفون مع تاو، وبتعرف منه عن مشروع مي الجديد، فبتطلب منه يلاقي أي طريقة عشان يضمن إن المشروع يفشل وما يتمش، لأنه نجاح المشروع هيخلي اسم مي في السما والشركة هتبقى تحت رجليها، وده ضد مصلحة ابنها المحروس المدلع كيتو اللي عايزاه يمسك الشركة من بعد باباه. مي بعدها بتروح مع جدتها عشان تقابل ساكورا العريس، واللي أول ما بيشوفها بيبقى مبهور بجمالها. بس مي مش بتبقى مرتاحاله ولا حابة تكمل المقابلة أصلا. بس بتعدي اليوم وبتروح بعدها تخلص شغلها في كافيه، وبتطلع بعدها على شركتها تخلص شغل في مكتبها. ساعتها بتتفاجئ بوجود مورا اللي بيجيب لها الغدا اللي بتحبه ونوع القهوة المفضل عندها من الكافيه اللي بتحب تروحه دايما. طبعا مي بتبقى مستغربة من كل الصدف دي،
ومورا بيحاول يقنعها إن ذوقهم واحد مش أكتر، بس الحقيقة إن مورا كان سهران على حسابها يتابع كل تفصيلة نزلتها لحد ما عرف هي بتحب تاكل إيه ومن فين. لو مش بس كده، ده كمان السوسة بيحط في جراب موبايله صور لأماكن هي زارتها برا البلد، والأماكن دي اتصور فيها مجموعة أفلام مي بتحبها جدا، فهو بيقعد يحكي لها قد إيه هو بيحب الأفلام دي وسافر برا مخصوص عشانها كمان. كل ده عشان مي تحس قد إيه هما شبه بعض، وبينه كده هيبقى الراجل المثالي للجواز ولا إيه. ساعتها بقى بيبقى تاو واقف يتفرج عليهم من بعيد وعمال يضحك. وتاني يوم مي بتتصدم لما بتعرف إن تاو سرق فكرتها وعدل فيها وقدمها لوالدها كمان، ودلوقتي بقى في احتمال كبير إن والدها يوافق على فكرة تاو بدل فكرتها. وقتها مي بتروح تتخانق معاه وبتقوله بقى وصل بيك الحال تسرقني يا حرامي. فتاو بيقولها لا، عندك انت عشان فشلتي هتعيطي بقى وترمي بلاكي عليا؟ مش ذنب ان ابوكي عجبته فكرتي اكتر منك. هنا مورا بيبقى واقف شايف وسامع كل اللي بيحصل مع مي، فبيفضل شغال لحد بالليل يحسن عرض المشروع الجديد بتاعها. ومي بتشوفه فبتطلب منه يوقف شغل لانه خلاص ما بقاش له لازمه، بس مورا بيقول لها انه مش هيستسلم وهيفضل مكمل للاخر. وبعدها بيخرج ورا تاو يتكلم معاه. مورا بيوقف تاو وبيقول له انا عندي ادله تثبت انك نصبت عشان تشتغل في الشركه، ولو قدمتها انت عارف هيحصل فيك ايه، فاحسن لك بقى تنسحب من المشروع الجديد وتسيب مي تنفذ مشروعها. بس تاو مش بيتأثر بكل ده ولا بيتهز حتى، فمورا بينزل عند رجليه وبيمسكها وبيفضل يترجاه ويتذلل ليه بشكل غريب عشان يسيب مي تنفذ حلمها. تاو بيبقى مستغرب جدا من تصرفات مورا لدرجة انه بيزقه برجله عشان يبعده عنه، بس مورا بيرجع يمسك فيه وبيتذلله من تاني وبيقوله لو سبت مي تعمل اللي هي عايزاه انا مش هفضحك. والمرة دي عيون مورا بتبقى مليانة خبث وتحدي مش ضعف زي الأول. والغريب إن تاني يوم بيوصل خبر لمي إن والدها وافق على فكرتها هي، فبتبقى مش مصدقة نفسها من الفرحة لدرجة إنها بتجري تشكر مورا لأن الوحيد اللي فضل مكمل شغل على المشروع رغم إن الاحتمال الأكبر كان إنه يتلغي أصلا. مورا هو كمان بيبقى فرحان جدا لأنه كبر في نظر مي، وبيروح بعدها على بيته يتعشى مع صاحبه كاي، والكلام بيجيب كلام لحد ما بيوصلوا لسيرة مي. فكاي بيسأل مورا ازاي فضلت تحب نفس البنت لمدة 25 سنة بحالهم؟ ده الراجل في الطبيعي يعني بيكلم كذا بنت في نفس الوقت وهو بيزهق، فما بالك بحالة مورا؟ دي معجزة يا جماعة بصراحة. فمورا بيقوله انت ما تعرفش مي دي عملت عشاني ايه ولا ايه. مورا بعدها بيروح يقرأ مذكراته القديمة وبيحكي لنا تفاصيل أكتر عن حبه وتعلقه بمي لما كان صغير. ساعتها بنعرف إن مورا وهو طفل بعد ما شاف مي لأول مرة بدأ يمشي وراها في كل مكان، لحد ما في مرة شاف شخص بيحاول يخطفها وهي عمالة تصرخ عشان حد يساعدها. طبعا مورا خاف يتدخل بنفسه فبدأ يجري على البيوت اللي حواليهم يطلب المساعدة، وفعلا ظهر راجل ابن حلال كده راح يلحق مي، والراجل اللي كان هيخطفها خاف فهرب وسابها. ساعتها مورا فهم إنه حتى أشجع وأقوى بنت شافها ممكن تحتاج حماية، فأقسم بينه وبين نفسه إنه هيخصص حياته كلها عشان يحمي مي. فبقى فين ما تروح يروح وراها. نقل معاها نفس مدرستها في الإعدادي وبعدها الثانوي، وفضل يذاكر طول الوقت عشان يحافظ على درجاته ويروح معاها نفس الجامعة. وحتى بعد الجامعة سأل على الشركة اللي هي هتقدم فيها واشتغل فيها هو كمان. مورا بيقول لنا إن طول الوقت اللي فات ده كان كفاية عليه يراقب مي من بعيد ويطمن إنها كويسة. هو ما كانش عنده أمل أكتر من كده لأن مي أذكى وأحلى وأغنى منه، بس لما سمع الموظفين وهما بيتكلموا عن احتمالية جوازها حاجة جواه اتغيرت. مراقبة مي ما بقتش كفاية بالنسبة له، بقى عايز يكون له وجود في حياتها، عايزها تحبه زي ما هو بيحبها وأكتر. عشان كده راقب حسابها وشغلها واتعمد يخبط فيها عشان تعرف إنه مهتم بنفس فكرتها فتشغله معاها ويستغل ده عشان يتقرب منها. مورا بيكون قرر إنه حتى لو قدره مش مكتوب فيه يكون مع مي فهو هيكتب قدره من تاني وهيكون معاها مهما حصل وبأي طريقة. المفاجأة بقى إنه في نفس اليوم ده بيوصل لوالد مي خبرين. الخبر الأول هو قواضي النصب بتاعة تاو اللي مورا وعد تاو إنه مش هيقول لحد عليها، والتاني والأهم والأخطر إنه ساتو المجرم المرعب اللي كان بيخطف الأطفال وكمان كان سفاح من 25 سنة خرج من السجن. وساتو ده بقى بالمناسبة هو اللي حاول يخطف مي زمان. والد مي لما بيعرف ده بيتجمد في مكانه من الرعب، وكأن حادثة الخطف بتاعة مي ما كانتش مجرد حادثة خلصت من زمان، ولكن باين كده إن وراها سر كبير لسه هنعرفه بعدين. واستنوا المفاجآت لسه مخلصتش. المفاجأة الأكبر إنه بعد خروج ساتو على طول من السجن الشرطة بتلاقي جثة تاو مرمية في الشارع ومطعوم بقالها حدة، وكمان بيكتشفوا إنه ميت من يوم بالظبط، يعني في اليوم اللي قابل فيه مورا. فيا ترى بقى مين الجاني اللي خلص على تاو؟ مورا ولا ساتو ولا ممكن تكون مي؟
ولا الموضوع هيكون وراه سر أكبر بكتير من كل ده؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني من قصتنا. خلوني بس أعرفكم إن المسلسل لسه جديد ومنزلش منه غير حلقة واحدة، فلو عايزيننا نكمل باقي الحلقات أول ما تنزل اكتبولنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. واشوفكم بقى على خير في ملخص جديد. سلام.